الاستعمار قال ليه بعضه يلا اجتماع لوضع سياسة للسيطرة على الدول من غير صداع تعتمد على إنهاب وخط ومفيش هات. يبقى أولها كده لحجم الحريات لمنع شعوب إفريقيا من المشاركة في حكم بلاد. ونمرة 2 قمع الحركات الوطنية اللي بتعارض سياستهم عشان ما يقومش ليها قومة زي ما نافوا الزعيم سعدي زغلول والزعيم الغني نكرومة. وعشان وجودهم يكون بقوة حكم أسد اتبعوا سياسة برق تسد لتمزيق وحدة شعوب الإفريقية لتسهيل السيطرة عليها واحتلالها حتى داخل الدولة الواحدة لإضعاف روح المقاومة. أما التمييز العنصري فشعوب أفريقيا محرومين من حقوقهم في بلادهم كانوا غرباء مضطهدين أقل من الأوروبيين ومحاولة تدمير الهوية الوطنية من خلال إجبار الشعوب الإفريقية على التبعية.